النادي الاهلي. خرجت الكره فعلا واضحه من اول ما ضغط وحولها بره محمود علاء. ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. محاولات، تلاحظوا حضراتكم رتم اللعب سريع. محاولات من النادي الاهلي، ركنيات 2، ركنيه وحيده لدجله. تاني تسديده، التسديده جول، جول كريم ندفد. كريم المدفعجي، صاروخ يا ولد يا لعيب. وسجدة الشكر من الجميع. يفاجئنا بصاروخ ما يقدرش يعمل لها حاجه. لا 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 لا، صعبه على الحضري، على اي حارس، لانه الكره المرتده هنا او ياخدها الكره الثانيه. نموذج يا ولد. كريم ندفد يوقع على اول اهدافه رسميا بقميص النادي الاهلي. بص دور المتابعه اهي، اول عرفات ما طلع خدها مباشره. الحضري صحيح فيها المحاوله، انما الكره قويه طبعا، صعبه جدا. كريم ندفد يحطها حلوه على شمال عصام الحضري عشان يبقى الهدف الاول للنادي الاهلي. ضغط النادي الاهلي اصفر واسمر. من خدها عبد الله، فيها لمسه يد، يحتسب ضربه جزاء 3 ومكتب زاويه. مصطفى جلال هو اللي هيسدد الجزاء ليه دجله. اعتراضات، انما بسيوني احتسب ضربه الجزاء. مصطفى جلال، حسام البدري، حاله من الترقب. كنت لسه بقول لحضراتكم نتيجه 1-0 مش مضمونه، تفضل نتيجه مش مضمونه. دخل علي معلول يقول له الكوره، محمود بسيوني قال له انا شايف. يدخل مصطفى جلال لدجله. ضربه الجزاء، جول هدف التعادل لوادي دجله. الدقيقه 54 يعود مصطفى جلال بالفريق الدجلاوي بضربه الجزاء اللي احتسبها بسيوني لصالح وادي دجله. ياخد هدف التعادل وادي دجله. مصطفى جلال حطها بهدوء اعصاب على يمين شريف اللي راح ناحيه الشمال. ضربه الجزاء واعتراضات، في اعتراضات من بره من السيد عبد الحفيظ ومن حسام البدري. يعني عايزين الامور تهدى، لسه الماتش، لسه وقت كتير جدا، ولسه المباراه. هدف التعادل لوادي دجله. انتهى الهدوء والثقه حطها مصطفى جلال. قلت لحضراتكم مصطفى جلال ده شخصيه لعيب. وقت ما كان في انبي ناشئ ولعب لعاشور، وعاشور لعبد الله، وعبد الله يطلع احمد فتحي. عايز يعدي يلعب العرضيه، وادي جول مؤمن زكريا. يا ولد يا لعيب يا كبير. مؤمن زكريا ياخد الكره العرضيه. ولسه بقول لك المباراه فيها كلام كتير. جري عليه حسام البدري اهو، بقول له لسه بدري يا حسام يا بدري. ويحطها حلوه، لكن اوعى تنسى الاسيست بتاع احمد فتحي، الرائع. ومؤمن زكريا يتقدم من جديد يا ساده للنادي الاهلي. شوف عبد الله السعيد من البدايه، وادي فتحي خلاص طالما جاب الراجل في ظهره وعمل عرضيه. وادي مؤمن في مكان مثالي. حضري كان هناك لسه على القايم القريب. وادي احمد فتحي من ارتفاع القاتل اللي بنقول عليه. طبعا مش الكره ما بتبقاش عاليه هنا، انما بيحتاج بس ينزل لها شويه ويوجه زي ما عمل مؤمن زكريا ويسجل الهدف الثاني في شوط بدأ في قمه الاثاره. وعوم يا عم براحتك مع البدلاء، ويحتفل مؤمن زكريا بالهدف الثاني.